القاهرة. بعد حسم 221 مقعدا في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، تجري جولة الإعادة خلال ساعات للمنافسة على 283 مقعدا في معركة تبدو محسومة سلفا لصالح مرشح الحزب الوطني الحاكم، بعد قرار حزب الوفد وجماعة الإخوان المسلمين الانسحاب من الانتخابات بسبب ما وصفوه بعمليات تزوير واسعة، الأمر الذي يتوقع معه الناس أن يؤثر على حجم الإقبال على صناديق الاقتراع. الناس ابتدت تقل من ان هي تروح تنتخب شخص معين لان الحكومه عايزه انسان بعينه فبتاخده. انسحاب الاخوان والاحزاب الثانيه هيأثر كتير جدا على الانتخابات، وبالتالي ممكن يبقى نسبه كبيره جدا للاحزاب اللي هو الحزب الوطني. اكيد دي نسبه كبيره له، لان معظم المرشحين اللي داخلين للحزب الوطني. طلع الوفد هو بنفسهم حتى بيقول لك يعني يا ريتنا ما كنا قدمنا وكنا ده، فحتى تخش على الصناديق تلاقي عيال مشاغبه، فاحنا مش عارفين ايه يعني ايه الحقيقه فين، مش عارفينها. الحزب الوطني الحاكم بدا غير مكترث بانسحاب جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد، لأنه يراهن على فوز نسبة كبيرة ممن تبقى من أحزاب المعارضة الصغيرة بعدد من المقاعد في مجلس الشعب الجديد. يكفي معارضة الحزب الوطني النهارده، انت عندك واحد زي الدكتور زكريا عزمي بيعارض قد 20-30 واحد من المعارضة اللي هي خلال نظرية النقد الذاتي. أنا ما أفتقدش يعني إحنا ما نقدرش نتكلم في مستقبل البرلمان غير لما نشوف بكرة نتيجة الانتخابات تبان الخريطة واضحة تماما. إيه أنا بعتقد هيبقى في معارضة. صوت الشعب عمره ما مات، صوت الشعب عمره ما مات، ومن تزوير في الانتخابات. لكن عددا ممن خاضوا الجولة الأولى وخسروها أو انسحبوا من الجولة الثانية تظاهروا أمام نقابة الصحفيين بقلب القاهرة بمشاركة ممثلين عن حركات احتجاجية، تعبيرا عن استيائهم مما شاب الجولة الأولى من انتهاكات على حد وصفهم. لهم الخزي والعار والفضيحة أمام الرأي العام، ولنا الشرف والاعتزاز بأصوات الجماهير التي ناضلت ولا تزال. التجمع ساكت ليه؟ التجمع ساكت ليه؟ مجلس الشعب القادم مجلس فاقد للشرعية، وبالتالي انتخابات رئاسة الجمهورية فاقدة للشرعية، فلن يكون لمصر في ظل هذا المجلس رئيس شرعي. مع شيوع موجة الإحباط بين الكثيرين جراء ما حصل في الجولة الأولى من الانتخابات، فقدت الجولة الثانية طعم المنافسة الحقيقية، فيما يخشى كثيرون من تداعيات النتيجة النهائية على مستقبل الحياة السياسية في مصر. طارق الشامي، الحرة، القاهرة. سقط قتيلان في مدينة أبيجان في ساحل العاج نتيجة اشتباكات بين قوات الشرطة والمعارضة